والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنواصل في هذا الكتاب وفي هذه الرسالة لشيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى، والحاشية لعبد الرحمن بن محمد ابن قاسم، حاشيته ابن القاسم على الأصول الثلاثة. وقد بدأنا في قراءة هذا من قبل، ووصلنا إلى أين؟ إلى أين وصلنا؟ بقي أزكى، رزقي، وعارفين، ويوسف، ورفقي، وأبو زين وزين، هؤلاء الذين يعرفون. إلى أين وصلنا؟ إلى أين وصلنا في الكتاب؟ توقفنا متى؟ إلى أين؟ تعرفون أو لا؟ نسوا. كم لنا؟ نصف شهر أو كم؟ قبل أن نسافر وصلنا إلى ما ذكره المؤلف رحمه الله من قول ابن كثير رحمه الله تعالى. ثم قال المؤلف: هل تحفظون؟ من منكم يحفظ الأصول الثلاثة؟ تحفظ عبد الرزاق؟ موجود. أعطوه كتاب. ما في، موجود كتاب. موجود هنا كتاب حاشية عبد الرزاق. أين الكتاب؟ أين؟ هذا لأزكى وعارفين. انظر في الداخل في الغرفة. هذا عبد الرزاق، بقي عبد الرزاق. عرفت الكرتون في الغرفة؟ كرتون. في صفحة 46. عرفتم صفحة؟ ماذا تقول لها؟ هل من 46 أنبت نام. أنبت بولو نام. 46. هذا يريد كتاب. انظر هل يريد. هذا ما سهل. إلى أين وصلنا يا واندي؟ تعرف؟ إلى أين وصلنا؟
تعرفه ولا ونسيت مثل ما نسوا؟ طيب نقرأ صفحة 46. قال: وأنواع العبادة التي أمر الله بها. قلنا تحفظوا صح؟ من منكم حفظ؟ أزهار تحفظ؟ أزكاء؟ يوسف تحفظ؟ عارفين تحفظ؟ عبد الرزاق تحفظ؟ رفكي؟ أبو زينو تحفظ؟ أنت إن شاء الله اليوم ما في، لكن نحن نلزم الحفظ. تمام؟ تحفظوا كل يوم قليل. تمام؟ الحفظ واجب. تمام عبد الرزاق؟ عبد الرزاق إن شاء الله سيحفظ، وأزهر إن شاء الله كلكم. سمعنا الغد إن شاء الله. تمام؟ أما واندي معروف ما شاء الله. قال: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، منه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة. وأنواع العبادة التي أمر الله بها. قال: أي وأصناف العبادة التي شرع الله لعباده القيام بها وتعبدهم بها، أي جعلهم يعبدونه سبحانه، وجعل العباد يعبدونه سبحانه وتعالى بها، وتعبدهم أي الله عز وجل تعبد العباد بها، أي بهذه العبادات أن يعبدوه بها. قال: والنوع كل ضرب أو صنف من كل شيء، وهو أخص من الجنس. قال: مثل الإسلام والإيمان والإحسان. قال: مثل الشيء شبيهه ونظيره، مثله أي الذي يشبهه والذي يعني يكون نظيرا له. قال: وهذه الثلاثة أعلى مراتب الدين وأهم أنواع العبادة، فلذلك بدأ بها المصنف رحمه الله تعالى، بل هي الدين كله، كما في حديث جبريل المشهور عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما الإسلام وما الإيمان ما الإحسان. قال يعني أن أنواع العبادة، قال وغير ذلك من أنواع العبادة، قال يعني أن أنواع العبادة ليست مخصوصة بهذه الأنواع التي ذكرها المؤلف، وإنما ذكر جملة من أنواع العبادة. قال: ومنه الدعاء. قال: ولا محصور في هذه الأنواع التي عدها رحمه الله، بل هي أنواع كثيرة جدا. نعم، أنواع العبادة كثيرة، وكما سيأتي في تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية للعبادة أنها تشمل تشمل أصنافا كثيرة، وهذه بعضها فقط. قال: التي أمر الله بها، إشارة إلى بعض حدودها. قال: إشارة إلى بعض حدودها عند بعض العلماء أنها ما أمر به شرعا، أي ما أمر الله عز وجل أو ما أمر به شرعا من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي. وللعلماء فيها تعاريف كثيرة، أي في تعاريف للعبادة، وللعلماء فيها أي في العبادة تعاريف كثيرة، وأحسن وأجمع ما عرفت به هو ما عرفها به شيخ الإسلام. أفضل تعريف وأجمع تعريف للعبادة ما عرفها به شيخ الإسلام ابن تيمية. ماذا عرفها؟ قال: بقوله اسم جامع، العبادة اسم جامع يحفظ هذا التعريف. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، فكل ما أحبه الله
وكل ما رضي الله عنه فهو عبادة. فهو عبادة. قال وعد أي شيخ الإسلام نحوا مما عده المصنف. شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر جملة من العبادات مثل ما ذكر أو قريب مما ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ذكر جملة من هنا. والشيخ الإسلام أيضا بعدما عرف العبادات ذكر جملة من أنواع العبادات. قال وهو من أشمل ما عرفت به، هذا التعريف أجمع تعريف للعبادة ما عرف به شيخ الإسلام ابن تيمية. قال فكل فرد من أفراد العبادة داخل تحت هذه العبارة، أي تحت هذا التعريف، فيدخل فيها ما ذكر ويدخل فيها ما شمله الحد. فالعبادة شملت جميع أنواع الطاعات. قال كلها لله تعالى. قال أي كل جميع أنواع العبادة، أي كل جميع أنواع العبادة مما ذكر وغيره لله وحده، أي لا ينبغي أن تصرف إلا لله عز وجل. لا ينبغي أن يصرف شيء من أنواع العبادة لغير الله عز وجل. قال لا يصلح منها شيء لغير الله عز وجل، لا لملك مقرب ولا نبي مرسل، فضلا عن غيرهما، ولا أظلم ممن يجعل لمخلوق مربوب منها شيء، أي يجعل لمخلوق مربوب شيء من أنواع، يصرف له بعضا من أنواع العبادة كالدعاء أو التوكل أو الذبح أو النذر أو الاستغاثة أو الاستعانة أو غير ذلك من أنواع العبادات يصرفها لغير الله عز وجل. هذا أظلم وهذا أشر. فالله عز وجل يقول في كتاب الكريم إن الشرك لظلم عظيم، أعظم ذنب عصي الله به هو الشرك. قال والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، أي الدليل على أنه لا يجوز أن يصرف شيء من أنواع العبادة إلا لله عز وجل. قال في المساجد تفسيران، أحدهما أنها المواضع التي بنيت لعبادة الله، تقدم معنا تفسير المساجد في قول الله عز وجل وأن المساجد لله، على يعني اختلف العلماء على قولين، وهذا يعني فسرها العلماء على قولين، والآية تشمل جميع القولين، تشمل المساجد مثل هذه المساجد التي بنيت للصلاة، وأيضا تشمل أعضاء السجود. قال فالمعنى أنها إنما بنيت لعبادة الله وحده فلا تعبدوا فيها غيره في المساجد. والثانية أنها الأعضاء التي خلقها ليسجد له عليها، أي خلق الله عز وجل ليسجد العباد عليها. ما هي أعضاء السجود؟ وكم أعضاء السجود؟ توجو. تمام. كم أعضاء السجود؟ توجو. أيوة. الوجه هو الوجه مع الأنف. أحسنت. الوجه مع الأنف عضو واحد، واليدين إذن ثلاثة. هذا واحد ثلاثة. أيوة. هو الركبتين 4 5 وأطراف القدمين أصابع. هذه أعضاء السجود خلقها الله عز وجل ليسجد له بها، فلا يجوز أن يسجد لغير الله. قال والثاني أن الأعضاء التي خلقها ليسجد له عليها وهي الوجه واليدان والركبتان والقدمان، فلا يسجد بها لغير الله. وأحدا كلمة شاملة عامة نكرة في سياق النهي، وأن المساجد فلا تدعوا مع الله أحدا، نكرة وهي في سياق النهي، فلا نهي لا يجوز. قال شملت الملائكة والأنبياء والأولياء والصالحين وغيرهم، فلا يدعى مع الله أحد من الملائكة ولا الأنبياء ولا الصالحين ولا غيرهم، فقد شملت جميع الخلق.
لا يسجد لغير الله، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. لا يجوز أن يصرف لمخلوق مهما بلغ فضله، مهما كبرت منزلته، مهما كان قدره. لا يسجد لأحد، لمخلوق، ولا يدعى مخلوق، ولا يصرف نوع من أنواع العبادة لمخلوق، وإنما تصرف لله، وإنما تصرف لله عز وجل. فلا تصرف لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل، فمن باب من هو أولى، من هو أدنى منهم. قال: فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. قال: أي فمن صرف شيئا من أنواع العبادة التي ذكر المصنف رحمه الله تعالى، مثل أن دعا غير الله من الأموات والغائبين، أو رجاهم أو خافهم أو سألهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات وإغاثة اللهفات أو غير ذلك، فهو مشرك الشرك الأكبر المخرج من الملة، كافر الكفر الأكبر المخرج من الملة. والشرك والكفر قد يطلقان بمعنى واحد. قال الكل مشرك كافر، كافر مشرك، مشرك يطلق عليه كافر. قال: وهو الكفر بالله، واسم لمن لا إيمان له، ليس بمؤمن يسمى كافر، ليس بمؤمن يسمى كافر. قال: وقد يفرق بينهما فيخص الشرك بقصد الأوثان وغيرها من المخلوقات مع الاعتراف بالله، فيكون الكفر أعم. أي قد يخص الشرك، يطلق على من عبد الأوثان، ومن عبد غير الله عز وجل، من عبد غير الله عز وجل، فهذا يسمى مشرك. والكافر أعم، من عبد غير الله أو جاء بأي ناقض من نواقض الإسلام غير الشرك، أن نواقض الإسلام كثيرة، نواقض الإسلام كثيرة. قال: والدليل قوله تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به. قال أي الشارح: ومن أشرك بالله، أي ومن أشرك بالله لا حجة له ولا بينة، لأنه لا حجة لأحد في دعوى الشرك، لا برهان له به صفة أخرى إلها لازمة له جيء بها للتأكيد، لا برهان له به. من يدعو مع الله إلها أي لازمة له الألوهية، جيء بها للتأكيد، أو جملة معترضة بين الشرط والجزاء، أي إلها آخر، هذه جملة بين الشرط والجزاء. قال: فإنما حسابه عند ربه، أي الله يحاسبه على ذلك فيجازيه بما يستحق على شركه. ثم أخبر أنه لا يفلح الكافرون، فسماهم كافرين لدعائهم مع الله غيره. ولا ينازع مسلم في كفر من دعا مع الله غيره. وفي الآية أوضح برهان على كفر من دعا مع الله غيره، سواء كان المدعو ملكا أو نبيا أو شجرة أو قبرا أو جنيا، أي سواء كان الذي دعاه ذلك العبد ملك، لا فرق، إن دعا ملك أو نبي أو شجر أو قبر فهو كافر بالله، مشرك، وهو مشرك. لا فرق في أن يدعو قبر أو أن يدعو نبي أو أن يدعو ملك من الملائكة، لا فرق في ذلك. إن دعا غير الله فهو مشرك كافر، لأن الله عز وجل قال: ومن يدعو مع الله إلها آخر، إلها النكرة، أي إله آخر لا برهان له به، ما في هناك حجة، ما في هناك حجة في دعوى الشرك، يقول أنا عبدته لأن كذا ولأنه، ما في هناك حجة، كل الحجج باطلة. ما يجوز أن تشرك بالله، لا يجوز لك أن تشرك بالله. قال الله عز وجل: فإنما حسابه عند ربه، حسابه النار، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، إنه لا يفلح الكافرون. وصفهم الله عز وجل بالكفر، وصفهم الله عز وجل بالكفر. وهنا تنبيه على من يعبد غير الله عز وجل ويصرف العبادة لغير الله، ويصرف نوع من أنواع العبادة
لغير الله، ثم يأتي ويقول لبعض من يعني يأتون بالعلم، يقول أنتم تكفرون المسلمين، أنتم تكفرون المسلمين، من قال لك؟ ويتهم مثلا أهل السنة بأنهم يكفرون. أهل السنة ليس لهم حق في التكفير، ما لأحد من الخلق حق أن يكفر أحد، أن يكفر أحدا، ما لحق لأحد أن يكفر أحد. وجن فالتكفير حق لله عز وجل، التكفير حق لله عز وجل، فالله عز وجل هو من كفر المشركين ولم يكفرهم أحد. الله عز وجل هنا قال إنه من يشرك بالله قال فقد حرم الله عليه النار، فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال هنا فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، وصفهم الله عز وجل بالكفر، وصفهم الله عز وجل بالكفر. فالله عز وجل هو الذي وصف من أشرك به بأنه كافر، وليس لأحد حق التكفير أن يكفر أحد، هذا لا يجوز التكفير، إنما هو حق لله عز وجل. أنت فعلت ذلك ارجع إلى القرآن، ماذا قال الله عز وجل في القرآن؟ اقرأ القرآن، ألا تقرأ القرآن؟ يقول نعم بلى أقرأ القرآن. إذن اقرأ، انظر ماذا قال الله عز وجل. أنت تفعل، تصرف العبادة لغير الله، تدعو غير الله، تستغيث بغير الله، تستعين بغير الله، يثبت يقول نعم لكن هؤلاء وهؤلاء ما لنا دخل بهؤلاء وهؤلاء وهؤلاء. انظر إلى القرآن، ماذا قال الله عز وجل في وصف من دعا غيره؟ إنه لا يفلح الكافرون. يقول نحن لا نعبدهم، كفار مثلكم، كفار قريش، يقول الله عز وجل عنهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يتخذوهم وسائط بينهم وبين الله عز وجل، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هم ما جعلوهم آلهة مع الله، إنما قالوا هم وسطاء بيننا وبين الله، وأنت فعلت مثل فعلتهم. وقد كفرهم النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلهم، قاتل المشركين كفار قريش، النبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم، نعم قاتلهم. فارجع إلى القرآن، اقرأ القرآن، قل له ماذا يقول الله عز وجل؟ ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، وصفه بالكفر. إنه لا يفلح الكافرون ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. التكفير ليس حق لأحد، التكفير ليس حق لأحد، ولا يجوز لأحد أن يكفر شخص إلا بما جاء في القرآن، ما جاء في القرآن. قال وفي الحديث الدعاء مخ العبادة، والصحيح كما سيأتي الدعاء هو العبادة. قال هذا شروع، أي قال الشارح هذا شروع في ذكر أدلة أنواع العبادة التي عدها مجملة، أي ذكرها مجملة. قالوا أنواع العبادة مثل الإسلام والإيمان والإحسان منها الدعاء والخوف. بدأ الآن يشرع في ذكر أنواع العبادة مع الدليل أن هذه من العبادة، أن هذا من العبادة، الدليل هو كذا. فدليل الدعاء أنه عبادة، قال وفي الحديث الدعاء مخ العبادة، في لفظ الدعاء العبادة. قال هذا شرع في ذكر أدلة أنواع العبادة التي عدها مجملة، فأما الإسلام والإيمان والإحسان فسيأتي مفصلا في الأصل الثاني، أي الدليل على الإسلام والإيمان والإحسان سيأتي مفصل
والكلام على الإسلام بأركانه والإيمان بأركانه والإحسان بركنه في الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة. قال في الأصل الثاني وبدأ بعدها بالدعاء. ذكر قال وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان ومنه الدعاء. أول ما شرع في الدعاء ذكر الدليل، قال لأنه أهمها أي الدعاء. فقال وفي الحديث يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة ومخ الشيء خالصه، وفي لفظ الدعاء هو العبادة وهو الصحيح، أما الدعاء مخ العبادة لا يصح. الحديث الصحيح الدعاء هو العبادة. قال وأتى صلى الله عليه وسلم فيه بضمير الفصل هو، ضمير الفصل هو. قال والخبر المعرف بالألف واللام العبادة، دليل جاء بضمير الفصل هو، وأيضا الخبر معرف، الخبر العبادة العبادة. قال ليدل على الحصر وأن العبادة ليست غير الدعاء. نعم العبادة ليست غير الدعاء، العبادة دعاء، العبادة دعاء، العبادة دعاء. لماذا تعبد الله عز وجل؟ لأجل أن يرحمك. لماذا تعبد الله عز وجل؟ لأجل أن يغفر لك. لماذا تعبد الله عز وجل؟ لأجل أن يدخلك الجنة وينجيك من النار. فكأنك عندما تعبد الله تصلي أو تصوم تقول يا الله نجني بصيامي من النار، يا الله اغفر لي ذنوبي، يا الله بصلاتي امحو عني سيئاتي، يا الله بذكري ارفع درجاتي، كأنك تدعو الله عز وجل. فالعبادة هي الدعاء، هي الدعاء. قال وإنما هي الدعاء نفسه. ثم الدعاء نوعان: دعاء مسألة وهو طلب ما ينفع الداعي من جلب نفع أو دفع ضر، تسأل الله يا رب اغفر لي، يا رب يعني اذهب عني المرض إذا أصابني، يا رب يسر لي، يا رب. هذا دعاء المسألة. قال والنوع الثاني دعاء عبادة. قال بأي نوع من أنواع العبادة؟ وهو ما لم يكن فيه سؤال ولا طلب، تصلي تصوم تذكر الله، هذا دعاء عبادة، هذا دعاء عبادة. قال وهذا الحديث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مقرونا بالآية، أي الآية التي سيذكرها بعدها. قال والدليل قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. قال أمر الله تعالى عباده أن يدعوه ووعدهم أن يستجيب لهم، فدل على أن الدعاء عبادة، بل هو أجل العبادات وأساسها، ودل على أنه سبحانه يحب من عباده أن يدعوه، وأن الدعاء مما يحبه الله. وفي الحديث من لم يدعو الله، وفي رواية من لم يسأل الله يغضب عليه، من لم يدعو الله، أو في لفظ من لم يسأل الله يغضب عليه، لأن الله عز وجل يحب أن يتقرب إليه عبده، ومن أنواع التقرب أن يدعوه، لأن الله يحب أن يتذلل له عبده وأن يفتقر إليه، فالله هو الغني. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، فالله غني عنا. والله عز وجل يحب من عباده أن يتضرعوا إليه وأن يلجأوا إليه وأن يدعوه. فإذا يعني استغنى العبد عن الدعاء فإن الله عز وجل يغضب عليه، إن الله عز وجل يغضب عليه. قال وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. قال سمي الدعاء عبادة، وجاء في القرآن في غير موضع أنه عبادة، فصرفه لغير الله شرك أكبر. تدعو غير الله يا عيدروس، يا جيلاني، يا بدوي، يا غير ذلك من الأولياء يدعون من دون الله عز وجل، هذا شرك بالله، والشرك كفر، والشرك كفر. فصرف نوع من أنواع العبادة لغير الله يعد شركا أكبر مخرج من الملة. قال فصرفه لغير الله شرك أكبر،
وأخبر تعالى أن الذي منعهم من عبادة الله هو الاستكبار، فجوزوا بهذا الجزاء الفظيع. إن الذين يستكبرون، لماذا أعرضوا؟ بسبب الاستكبار. لماذا لم يعبدوا الله؟ بسبب الاستكبار. قال فجوزوا بهذا الجزاء الفظيع، وهو دخولهم جهنم صاغرين ذليلين حقيرين، عقوبة لهم على ما تركوه من عبادة الله التي فرضها عليهم، من عبادة الله التي فرضها عليهم. نكتفي بهذا القدر إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.